السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده وصفة بسيطة وسهلة كده، ومش هتاخد مننا وقت، وهتبقى تجديد في البطاطس وتجديد في الطعم بتاعها، وان شاء الله رب العالمين. تعالوا بقى بينا ندخل مع بعض كده على الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. انتوا البطاطس دي حبايبي اللي انا فرزنتها معاكم، صح كده؟ اللي احنا مفرزنينها عشان هنقليها، تمام. انا بقى هاخد منها وهعمل بيها وصفة تانية خالص. هعمل بيها ايه؟ هنعمل بطاطس النهارده. طبعا دي مش مسلوقه، فانا هسلقها بقى، يعني انا هحطها كده بالتلج بتاعها بالحاجات بتاعتها، تاخد التسويه الكامله بتاعت البطاطس. وهنعملها بالبيض كده والبقسماط، وهتبقى ان شاء الله رب العالمين هتعجبكم. عندي هنا الخليط اللي انا هعمل بيه ده، عندي معلقتين دقيق على معلقتين نشا على بقسماط، كل ده الغلاف الخارجي اللي انا هغلف بيه البطاطس. تمام. هنروح نسلق البطاطس الاول، وبعد كده هرجع لكم تاني عشان اقول لكم هنعمل ايه في البطاطس بتاعتنا، وهنهرسها ازاي، وهنحط ايه عليها، وتوابل ايه اللي هحطها، وهنحط عليها البيض ونعملها ازاي. فيلا بينا. بطاطس حطيتها في الطاسه بتاعتي دي، فيها فصين توم كده، ماشي. حمرتهم وحطيت البطاطس فيهم وسبتها استوت، وبهرسها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. الهرس ده عايز صحة جامدة. تمام، الحمد لله رب العالمين. ماشي يا حبايبي، اهو كده اتهرست البطاطس خالص كده. عندي هنا ملح وبهارات، وبهارات مشكلة على بعضيها كده. هحط هنا وعليها كمون، يعني البهارات عليها كمون وعليها كل حاجة، وده الملح. تمام. وعندي هنا كده هحط شوية بقدونس. بقدونس ايه؟ شوية شبت. البطاطس دي بتبقى حلوة قوي قوي بالشبت. تمام. ربطة شبت كده، وهروح ايه حطاها. وهحط معلقتين نشا، بس هسيبها شوية اقلبها كده مع بعضها الاول كده، بحيث ان انا عايزاها تبرد شوية. ماشي. الدخانة بس دي تروح منها. طبعا البطاطس دي والله بصوا الريحة جميلة جدا جدا من قبل ما اعمل حاجة، عشان ريحة الايه الشبت. البطاطس دي ممكن نعملها بحاجات كتير قوي. ممكن نعملها باحشيها جبنه، احشيها لحمه مفرومه، اعملها كفته، اي حاجه هتمشي مع الوصفه اللي انا عاملاها دي. تمام حبايبي. كده حبايب قلبي، هنزل بقى بمعلقتين نشا كده على البطاطس، وهنزل بالايه بالبيض بتاعي اهو. احط 4 بيضات، عايزه تحطي 3 حطي براحتك خالص كده. واعملهم مع بعض، اقلبهم او اعجنهم، بمعنى اصح اعجنهم كده كلهم مع بعض. تمام. الخليط كله كده يبقى مع بعضه اهو كده، لحد العجينه بتاعتي هتبقى كلها متماسكه مع بعضها وشربت الايه البيض كله. تمام كده حبايبي. عايزه تستخدمي ايدك، بس هو الموضوع مش محتاج يعني تستخدمي ايدك. تمام اهو. حط الزيت على النار. تمام كده خلاص، اصبحت العجينه بتاعتي جاهزه. مش شرط تكون مهروسه جامد، خلي بالكم يعني. ليه؟ لانها في الاول والاخر هي كلها بطاطس في بطاطس، فمش شرط تكون ايه مهروسه قوي. طبعا يا دوب ايدي بس تتحملها اهو. انا عملتها كده مع بعضها، في صباع لسه بحاله مفيش مشكله. وهبتدي بقى اعمل ايه البطاطس. اخد جزء جزء واعمله كده زي الكفته، بس ايدي تتحملها. ايدي تتحملها، ماشي مفيش مشكله. كده حبايب قلبي. عايزه تبقى سهله بالنسبه لك، حط حاجه جنبي فيها ميه، بحيث ان انا اعرف ايه اعمل. ولكن انا كده اهو هحطها، بحيث ان انا هوريها لكم برضو. تمام. وزي ما قلت لكم هي كلها بطاطس في بطاطس اهو. اعمل بس كام واحده كده مع بعض وهوريكم. طبعا انا عايزاها بس ما تبقاش ايه سخنه على ايدي قوي اهو.
طبعا انا بشتغل بايديا، اللي عايز يلبس جلافز يلبس جلافز، مفيش مشكله. تمام اهو كده حبايب قلبي. ونشيل بقى الطاسه وهوريكم الشكل العام بتاعها هيبقى عامل ازاي، ونخلص الكميه كلها، وبعد ما هنقليها هنشوف الشكل النهائي بتاعها. تمام حبايبي، ننضف ايدينا بس الاول بحيث تشوفوا. نجيب طبق، هنشيل بقى الطاسه دي من هنا دلوقتي، وعندي اهو عملتها هنا في البقسماط كده بالنشا، بتطلع مقرمشه وبتطلع جميله قوي قوي. اقرب لكم بس كده عشان تشوفوا شويه اهو كده حبايبي، سهله وهتطلع بشكل هتشوفوه دلوقتي رائع 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 ومتماسكه زي ما انتم شايفين. ولما نحمرها برضو هتشوفوها قد ايه متماسكه وقد ايه كويسه. ممكن انا بحتفظ بيها وهي متشكله كده في قلب الفريزر واطلعها ويدوب اقلي واعملها واقليها، بس لما هتطلع من الفريزر هنضيف لها اضافه واحده بس كده عشان تبقى كانك لسه عاملاها. لو انا عملتها عجينه وعندها كده قبل ما تتشكل هاجي اطلعها قبل ما اعملها كده واشكلها، هروح حط عليها ربع معلقه كربوناتو او بيكنج باودر اللي موجود عندك، وعلى اساس تبقى هشه وجميله. بتطلع بالشكل ده. هخلص الكميه كلها ونروح نحمرها مع بعض. كده حبايبي اهو الزيت بتاعنا اتقدح. هبتدي بقى انزل بايه؟ بالبطاطس الطعمه الجميله بتاعتنا دي اهو، هحمرها على جميع النواحي. كده حبايبي، طبعا مش هحركها غير لما احس ان هي ايه اتحمرت من الجنب ده، واقلب على الجنب التاني. اوسع شويه كده عشان ايه نحط واحدتين تانيين عشان ننجز الوقت. لا مش هتاخد واحده تانية، ماشي مش لازم. تمام كده حبايبي، وهسيبها لحد ما تتحمر من على الوش ده واقلب على الوش التاني. اتحمرت من هنا كده، اقلب الناحيه التانية اهو. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده متماسكه وريحتها روعه روعه روعه، يعني مش قادره اقول لكم اهو. هحمرها كلها بالشكل ده، وهنشوف الطبق بتاعنا الجميل بعد ما نحمره ونحطه في طبق التقديم. كده حبايب قلبي خلاص خلصنا البطاطس بتاعتنا بالشكل الجميل ده، سخنه طبعا. فاحنا بس نشوف واحده كده، شايفين الطعامه، شايفين الجمال. طبعا عايزه تحشيها جبنه من جوه احشيها، عايزه تحشيها لحمه احشيها، اي حشوه تعجبك اعمليها. ولكن انا عملتها النهارده ساده بالشكل الجميل ده، والريحه بتاعتها قلب المكان، وكانت بصراحه يعني وصفه بامانه حلوه حلوه حلوه. هعمل معاها بتنجان مخلل وبناكلها بعيش او تاكليها مع شويه مكرونه لما انت حابه تعملي اكله بقى اقتصاديه. بدل ما اعمل مكرونه وبيض وما اعرفش ايه، لا هعمل المكرونه معاها حتتين بطاطس زي دول كده حلوين جمال كده. شايفين اهو بالمنظر الجميل الرائع اللي انتوا شايفينه ده، ومقرمشه شايفين من بره وطريه خالص من جوه بالشكل ده. اتمنى حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم بالف خير.